السلام عليكم متابعيني الكرام. هنتكلم النهارده عن صوفيا، وهي واحدة من الشخصيات التاريخية البارزة اللي ارتبط اسمها بمرحلة هامة في تاريخ الإمبراطورية البيزنطية، وفي الفيديو ده هنكشف خلفيتها التاريخية ودورها المميز في تاريخ بيزنطة. اتولدت صوفيا البيزنطية أو الإمبراطورة صوفيا في القرن السادس الميلادي، وده كان في فترة كانت الإمبراطورية البيزنطية بتعيش فيها تحولات كبيرة. اتجوزت من الإمبراطور جستين الثاني اللي حكم بين 565 ميلادية و 578 ميلادية، وهي امرأة من أصول نبيلة ومكانة عالية. كانت صوفيا بتتمتع بشخصية قوية وحضور سياسي بارز، وكمان لعبت دور مؤثر إلى جانب زوجها في تسيير شؤون الدولة. الدور ده الغير المعتاد للمرأة في الفترة دي جعلها شخصية فريدة في تاريخ الإمبراطورية البيزنطية. اتعرفت صوفيا بذكائها السياسي، خاصة في فترة تدهور صحة زوجها جستين الثاني. ما اكتفتش بدور الإمبراطورة، ولكن تدخلت في القرارات السياسية الكبرى، وساهمت في إدارة الأزمات المالية والحروب اللي واجهتها الإمبراطورية. من أبرز أدوارها دعمها لفكرة التعاون مع الجنرال تيبيريوس الثاني اللي بقى بعد كده الإمبراطور، وساهمت في الحفاظ على استقرار الدولة. وكانت صوفيا شخصية مؤثرة اجتماعيا، وتعرفت برعايتها للأعمال الخيرية والكنائس. بالرغم من إنها ما حكمتش بشكل رسمي، إلا إن الإمبراطورة صوفيا البيزنطية تعتبر مثال واضح لدور المرأة القوية في التاريخ السياسي البيزنطي، وقصتها بتظهر إن إزاي ممكن للذكاء وقوة الشخصية إن هم يحدثوا فرق حتى في أصعب الظروف. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. سلام.